البنت اللي تعترف لها بحبك وتقول لك خلينا اخوات او انا ما بفكرش في الكلام ده، اوعى تحاول معاها مره تانية. طب ايه السبب؟ هقول لك. فكره ان الراجل يترفض من بنت دي حاجه كبيره وممكن تحطه في حاله نفسيه وحشه جدا، واكبر مثال ويجز لما عمل اغنيه البخت لما اترفض. طب ايه اللي بيحصل للراجل لما يترفض؟ هقول لك، بس اعمل لايك وسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي ممكن تغير حياتك للافضل. بجد لما الراجل بيتعرض للرفض بتحصل له عقدة الأنا. ازاي اترفض؟ ده في ألف بنت تتمناني. ازاي ترفضني بعد كل اللي أنا بعمله معاها؟ ازاي ترفضني؟ ده كل كلامها وأفعالها بيقول إنها معجبة بيا. فلما تترفض نفسك الأمارة بالسوء بتحطك في حالتين، ازاي تثبت لها إنها خسرتك أو ما تفقدش الأمل وحاول مرة تانية. فبقى قلب حنين هو اللي بيحاول مرة تانية وبيفضل يتعامل معاها وكأن الموضوع بقى عادي بالنسبة له وإنها فعلا بقت زي أخته. وأول ما تبدأ تحكي له على حاجة خاصة بيها أو مشكلة هي واقعة فيها بيبدأ يحس إن لسه الأماني ممكنة ويتخيل إنها ممكن توافق، وفي النهاية بياخد الصدمة بجد. وده اللي هيحصل لك لو حاولت مرة تانية. طب إيه الحل؟ الحل إنك ابعد عنها. قلل فترة تواجدك معاها في أي مكان سواء شغل أو مواصلات. اشغل نفسك بنفسك بكورس تعليمي أو مهارة تتعلمها أو اتفرج على فيديوهاتي. ما تحكيش لحد موضوعك عشان خاطر ما تسترجعش إحساس الرفض من تاني، وما تسمعش أي أغاني لتامر عاشور. وهسألك سؤال، ايه اللي يضمن لك انها لما تحاول معاها مرة تانية هتوافق عليك وتقول لك يلا هات المأذون؟ مفيش ضمانات. فنصيحة، ما تحطش ضمانات على قلب المتحكم فيه ربنا، ووفر الوقت اللي هتحاول فيه مرة تانية في تطوير نفسك. لو عجب الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت وسبسكرايب. سلام.